انت فاكر انك صانع محتوى؟ لا، انت بالنسبة لليوتيوب مجرد رقم في معادلة، واليوتيوب حاليا بيفكر يمسح الرقم ده من الوجود. شايف ال 12 مشاهدة اللي على الفيديو ده؟ دي مش صدفة، دي عقاب، لانك مش فاهم اللعبة. النهاردة انا مش جاي اطبطب عليك، انا جاي اكشف لك ليه فيديوهاتك بتموت قبل ما تتولد، وازاي تسرق انتباه المشاهد غصب عنه عن الخوارزمية. أكبر كدبة صادفتها هي إنك محتاج كاميرا غالية ومايك بكام ألف جنيه. الجودة كدبة، الجودة كدبة، الجودة كدبة. أنا بكلمك دلوقتي بموبايلي وصوتي طالع احترافي بصفر جنيه، ومع ذلك في قنوات بتصور بريد كاميرا وفيديوهاتها ميتة. ليه؟ لأنك بتهتم بالديكور وناسي السم اللي لازم تحطه في المحتوى علشان المشاهد يفضل متخدر قدامك. لو فضلت مهتم بال4K وناسي الهوك، فأنت شخص مهتم إنك تصور فيديوهات لنفسه ولأهله مش لليوتيوب. وعلشان ما تتوهش مني في صدمتك، ركز معايا في الثلاث نقط دول. الجودة هي العلبة والناس بتشتري اللي جواها. الموبايل اللي في ايدك أقوى من كاميرات هوليود لو عقلك اشتغل. المشاهد مش عاوز يشوف صورة حلوة، المشاهد عاوز يشوف حاجة تخصه. الخوارزمية ليها 3 أضلاع، لو ضلع فيهم نقص الفيديو بتاعك هيترمي في مزبلة المشاهدات الصفرية. أولا النقر القاتل CTR، لو صورتك المصغرة مش بتخلي المشاهد يغلي من الفضول فأنت فشلت. ثانيا الاحتباس القسري الريتنشن، لازم تمسك المشاهد من رقبته، ما تدلوش المعلومة اللي هو عاوزها غير في آخر دقيقة، لو خدها في الأول هيهرب. ثالثا التحريض العاطفي، الناس مش بتشير معلومة، الناس بتشير وجع، غضب، أو انبهار شديد. لو الفيديو بتاعك بارد فمصيره التلاجة. تاني عشان المعلومة تثبت في عقلك اللي الخوارزمية لحسته، أول حاجة CTR، اضرب عينه بالصورة. تاني حاجة الريتنشن، احبس أنفاسه بالمونتاج. تالت حاجة الإيموشن، العب بمشاعره عشان يشير الفيديو. الخوارزمية مش ذكاء اصطناعي محايد، الخوارزمية تاجر مخدرات. انتباه، هي بتدور على اللي بيسهر الناس اكتر، اللي بيخليهم ينسوا حياتهم يغرقوا في الابليكيشن. انت لازم تكون الموزع المفضل ليها، لازم تعرف ان اليوتيوب بيحب الدراما والخوف. لو الفيديو بتاعك مكتوب عليه طريقة عمل كذا هيفشل، لكن لو مكتوب عليه ليه الطريقة دي هتفشل وهتضيع فلوسك، المشاهد هيجري وراه. ركز، الخوارزمية بتدور على 3 حاجات: مين هيسهر الناس أكتر، مين هيخليهم يتفاعلوا بكومنتات حريقة، مين بيعرف يلمس الخوف عندهم. أنا حاليا عندي 24 مشترك، وبكرة أنا بقولك هيبقوا 1000. مش ثقة زيادة، بس لأني بدأت أطبق الطريقة دي. عنوان مستفز، مقدمة صادمة، معلومة دسمة متغلفة بالدراما. لو انت فاكر انك هتنجح من غير ما تتعب ومن غير ما تفكر في كل ثانية في الفيديو، فاقفل القناة دلوقتي ووفر باقة النت. انا عملت اللي عليا ورميت لك السم في العسل. لو لسه مكمل معايا لحد اللحظة دي فانت غالبا بدأت تفهم اللعبة. اشترك في القناة مش عشان تساعدني، لكن عشان ما تفوتش الفيديو الجاي اللي ههدم فيه أسطورة تانية من أساطير اليوتيوب. انزل اكتب في الكومنتات أنا فهمت اللعبة لو قلبك جامد وهتبدأ تنفذ. سلام.